تسافر سفينة الفضاء أوديسي إلى كوكب زحل والمهمة تسمى تايتن، ويجب على الفريق جمع الموارد الطبيعية للأرض. نظرا لأن الرحلة تستغرق سنوات عديدة، فإن الطاقم ينام معظمها ولا يستيقظ إلا كل 90 يوما لإجراء الفحوصات الروتينية والصيانة والتأكد من أن السفينة على المسار الصحيح والإبلاغ إلى الأرض. بعد 9 أشهر يستيقظ جون عندما يسمع جميع التحذيرات المعتادة من الذكاء الاصطناعي، مما يذكره بأن الدواء الذي يستخدمونه للثبات قد يسبب الارتباك والغثيان. يحاول أخذ لحظة للتعافي، لكن الكابتن فرانكس يخبره بالذهاب إلى العمل. بعد الاستحمام السريع ينضم جون إلى فرانكس ونش للتحقق من النظام. يتلقون رسالة من الأرض تتمنى لهم عطلات سعيدة وتذكرهم بإجراء تقييم نفسي. يتحقق جون أيضا من صندوق الوارد الخاص به، ولكنه يشعر بخيبة أمل لعدم العثور على أي رسائل. يبدأ جون في التفكير في صديقته زوي ويستمر في فعل ذلك أثناء تقييمه النفسي. ومع ذلك عندما يسأله الكمبيوتر عما يفتقده أكثر يجيب الهواء النقي. ثم يعترف لنش بأنه نسي لقب زوي الأخير، لكن نش يخبره ألا يقلق لأن هذا هو الارتباك المتوقع بعد الاستيقاظ. بعد ذلك يواصل جون أعمال الصيانة ويتذكر اليوم الذي التقى فيه بزوي في حفلة، مما يساعده على تذكر لقبها الأخير. الآن يشعر جون براحة أكبر. بمجرد انتهاء كل العمل يرسل الثلاثي رسالة إلى الأرض تفيد بأن كل شيء على ما يرام ويعودون إلى غرف السبات الخاصة بهم. بينما ينام جون يتذكر اليوم الذي رأى فيه زوي للمرة الثانية أثناء عرض تقديمي حول مهمة تيتان. أظهر الفيديو كيف كان على السفينة أن تقوم بمناورة حول المشتر والتي ستطلقهم نحو تيتان. ستستخدم الموارد الموجودة هناك كطاقة نظيفة للأرض ومحاربة الضرر الذي الحقه البشر بالكوكب. في المرة التالية التي يستيقظ فيها جون يتأكد من تناول الطعام جيدا وممارسة بعض التمارين الرياضية. لاحقا أثناء عمله يسمع صوتا ينادي باسمه ويبدأ في متابعته، لكنه لا يجد شيئا. فجأة تبدأ السفينة في الاهتزاز والانعطاف مع وميض الأضواء. يرسل الذكاء الاصطناعي رسالة تحذير قبل أن يشاهد جون بعض المسامير تسقط من السقف، مما يجعل السقف يهتز أيضا. عندما يمد يده ليلمسه تسقط اللوحة وتضربه في رأسه، مما يجعله يفقد الوعي. يحلم جون بزوي تبكي قبل أن يستيقظ ليجد فرانكس ونش يتفقدانه. قال إنهما لا يعرفان ما حدث للسفينة لأن جون كان الوحيد المستيقظ عندما حدث ذلك. عندما يدخل جون الحفرة التي خلفتها اللوحة الساقطة يكتشف أن العديد من المكونات الداخلية للسفينة تلقت أضرارا جسيمة. بعد ذلك يتحقق رواد الفضاء من تسجيلات الفيديو الخارجية للسفينة لفحص حالتها ويلاحظون أن جزءا من الهيكل قد تضرر أيضا، لكنهم لم يجدوا لحظة الاصطدام في التسجيلات ولم يتم إرسال رسائل خطأ من الأرض أيضا. يعيدون ضبط الطاقة في النظام، لكن كل شيء يبدو على ما يرام. يقرر فرانكس التحقق من الضرر مرة أخرى بينما يسجل جون رسالة إلى هيوستن تشرح الموقف. أثناء قيامه بذلك يتذكر لقاءه التالي مع زوي في مقهى وكيف ساعدته في لعبة فيديو كان عالقا لا يستطيع لعبها. انتهى بهم الأمر بالتحدث كثيرا، وشارك جون كيف أنه ليس لديه عائلة، وهذا هو السبب في أنه كانت لديه فرصة جيدة ليتم اختياره للذهاب إلى تايتن. في الوقت الحاضر يشير فرانكس إلى أنه نظرا لأن كل شيء يعمل بشكل جيد ولا يبدو أن هناك أي مخاطر على الطاقم، فيجب عليهم الاستمرار في المهمة كما هو مخطط لها. يحتج ناش قائلا إنه من السابق لأوانه معرفة ذلك، لذلك يبدأ فرانكس في التفكير في إمكانية تعرض السفينة لضغط هيكلي تسبب في فك ضغطها. يرفض جون تصديق ذلك لأن زوي كانت واحدة من المصممين، لكن نش اعترض قائلا إن هذا قد ينتهي بانفجار عندما يقومون بالمناورة. يخبرهم فرانك بالعمل على الإصلاحات مع افتراض أن الضغط الهيكلي هو ما يحدث، ويعلن مرة أخرى أنهم سيستمرون بشكل طبيعي حتى يتلقوا رسالة من الأرض. أثناء العمل يظل جون يفكر في زوا والليلة التي زارها فيها في منزلها ليقضي أخيرا أول مرة معا. لقد استيقظ جون فجأة على يد نش الذي ما زال يعتقد أن الطيران على متن سفينة تالفة فكرة سيئة ويجب عليهم إلغاء المهمة. في تلك اللحظة تومض الأضواء والشاشات لبضع ثوان ثم تعود بسرعة إلى وضعها الطبيعي. يقوم نش بإجراء التشخيصات ولكن لا توجد علامة على انقطاع التيار الكهربائي. قاطعهم فرانكس واستدعاهم إلى مكتبه ويكشف أنه سمع محادثتهم، ويشير إلى أنه إذا عادوا إلى الأرض وأكد هيوستن أنه لا يوجد خطأ في السفينة فسوف يكونون في ورطة كبيرة. يذكرهم فرانكس أنه يجب عليهم العمل معا كفريق واحد ويعيدهم إلى كبسولاتهم. يبدأ جون في الاستعداد ويتذكر صباح اليوم التالي مع زوي التي قالت إنه يجب أن يكونوا مجرد أصدقاء بدون ارتباط لأنه قد يغادر قريبا. يقترب نش من جون مرة أخرى ويخبره أنه بدلا من اختيار 90 يوما من النوم يجب أن يحدد 89 يوما و12 ساعة. بهذه الطريقة يمكنهم الاستيقاظ قبل فرانكس والقيام بالسير في الاتجاه المعاكس للعودة إلى الأرض. لكن جون يرفض قائلا إن هذا تمرد.
يشارك ناش اليائس قصة منشأة في أنتاركتيكا حيث وجد الطاقم شقا في الجرف الجليدي كان يشق طريقه نحو المحطة. أرادوا الإخلاء، لكن قائدهم أخرج مسدسه وهدد بقتل أي شخص يحاول المغادرة. عندما تم إرسال رجال الإنقاذ لاحقا، لم يكن القائد موجودا في أي مكان ومات بقية الطاقم برصاصة في الرأس. في النهاية استسلم جون وقال إنه سيساعد ناش ولكن فقط إذا وجدوا دليلا على المزيد من الضرر عندما يستيقظون. بينما يذهب للنوم مع مؤقت جديد، يفكر جون في شهوره الأخيرة على الأرض وكيف كان سيحظى بلحظات لطيفة مع زوي على انفراد، لكنه يتصرف باحترافية أثناء المحاضرات حول تايتن. في المرة التالية التي يستيقظ فيها، يعتقد أنه يرى زوي داخل السفينة، لكنها مجرد هلوسة. سرعان ما يأتي ناش للتحقق منه ويعترف جون بأنه يرى أشياء، فيقول ناش إنه سبب آخر للعودة إلى المنزل. يذهب الثنائي إلى الجسر ولا يجدان أي رسالة من الأرض. يعجبان بجمال كوكب المشتري لفترة، ويعلن جون أنه لا يريد اتباع خطة ناش لأنه لا يوجد دليل، مما يؤدي إلى جدال. يقاطعهم فرانكس الذي سمع خطتهم وقال أيضا إنه يجب عليه الاستيقاظ مبكرا. يرسل ناش إلى العمل، وعندما يحاول ناش الرفض، يهمس فرانكس بشيء في أذنه يجعله يغادر الغرفة. بعد ذلك يسأل فرانكس جون عما إذا كان صديقين ويشاركه مشروبا، كما يعد بأنه إذا تم العثور على دليل فعلي على الخطر فسوف يلغي المهمة على الفور. وفي الوقت نفسه يتجول ناش بعصبية في المطبخ. عندما يأتي جون لتناول وجبة، يبدأ ناش في مضايقته ويريد مساعدته. يستمر جون في الرفض ويفقد ناش عقله ويصرخ بشأن الضرر الذي لحق بالسفينة، وفي نفس الوقت الذي يصل فيه فرانكس. يريد القبطان أن يعرف ما إذا كان بإمكانهم إطلاق المقلاع بدون ناش، ويؤكد جون أنهم يستطيعون ذلك لأن الحسابات موجودة في الكمبيوتر. لذا أمسك فرانكس بناش وأخبره أنه سيخبر هيوستن بما يفعله قبل إرساله بعيدا. بعد ذلك يقضي جون يومه وهو لا يزال يفكر في زوي إلى الحد الذي يحتاج فيه إلى أخذ استراحة للتفكير في غرفة مظلمة. في النهاية يعود إلى اللوحة المكسورة والتي تم لصقها الآن بالسقف. يدخل جون الحفرة ويجد العديد من الكابلات تشتعل. فجأة يبدأ جهاز في الفشل، ويخرج الكثير من الشرارات وجميع مساميره. ثم ينفتح الجزء التالف من الهيكل، ويضطر جون إلى التمسك بينما يحاول الفضاء سحبه، لكنه ليس قويا بما يكفي ويطفو جسده بعيدا في الفراغ. في تلك اللحظة يستيقظ ويدرك أنها كانت هلوسة. يعلن فرانكس أنه حان وقت إطلاق المقلاع، ويتوسل نش إلى جون ألا يفعل ذلك، لكنه يتجاهله. بينما يشق طريقه إلى الجسر، يفكر جون في الوقت الذي ناقش فيه هو وزوي كيف أن الطيران نحو الضوء هو غريزة البقاء. سرعان ما يصل فرانكس وجون إلى هناك، لكن يسمح لناش فقط بالمشاهدة. بعد الكثير من الحسابات والاستعدادات، يبدأان في تنشيط المحركات وتطير السفينة حول المشتر. فجأة يعلن الذكاء الاصطناعي عن وجود حمل زائد على النظام، ومع ذلك يخبر فرانكس جون بالاستمرار. داخل فتحة اللوحة تستمر الوحدة في الاشتعال، وبينما تهتز السفينة بشدة، تنتهي من الطيران حول المشتري، ويضغط جون على الزر ويسحب المقلاع في الوقت المناسب. تنجح المناورة وتستقر السفينة مع تأكيد النظام على أنها في طريقها إلى تايتن. بعد الاحتفال بمشروب، يقوم جون بمزيد من التمارين تليها أعمال الصيانة. يتفقد أجهزة الراديو ويسمع ضوضاء غريبة، فيضع أذنه قريبة ويذهل من صوت ينادي باسمه. يأخذ الراديو إلى رواد الفضاء الآخرين الذين يقولون إنهم لم يستخدموا الاتصالات. ربما كان صد، لكن الرادار لا يظهر أي شيء على بعد 1000 ميل. يقول نش إنها كانت هلوسة أخرى، ويعلن فرانكس أنه حان وقت العودة إلى النوم. هذه المرة يحلم جون باللحظة التي تلقى فيها مكالمة تؤكد أنه تم اختياره للمهمة، ومع ذلك عندما أخبر زوا لم تبدو سعيدة. اعترفت بأنها خالفت اتفاقهما ووقعت في حبه، لكن جون رد فقط بأن هذا كان أكبر منهم. تعترف زوا الجريحة بأنها صوتت ضده لأنها لم تكن تريد رحيله، لذا ترك جون مفتاحه وغادر. في المرة التالية التي يستيقظ فيها جون، يشعر بالدوار أكثر من المعتاد. يركض حول السفينة لتصفية ذهنه، ولكنه لا يستطيع التوقف عن التفكير في زوي. عندما تظهر فجأة بالقرب منه، يتبعها جون وهو يكرر أن الأمر مجرد خيال في رأسه. يوقفه فرانكس الذي يخبره أن نش وجد شيئا في غرفة المفاعل ويحتاج إلى المساعدة. يشعر فرانكس بالقلق بشأن صحة جون، ويغضب جون ويصرخ بأن السبات كان تعذيبا. يهدأ بسرعة ويقسم أنه بخير، لكن فرانكس لا يزال يذكره بأن زوي ليست في السفينة. ثم ينضم جون إلى نش الذي يشرح أن إنتاج المفاعل بدأ يتصاعد. يبدو أنه بسيط، لكن عليهما منعه من التفاقم وإلا فلن يكمل الرحلة. يعترف نش بأنه ليس على ما يرام، لذا يطلب من جون التحقق من أرقامه قبل تقديمها للكبت. يستغل جون الفرصة لسؤال نش عن سبب علم فرانكس بأنه يهلوس بزوي، ويقسم نش أنه لم يقل أي شيء، فقط لينهار لأنه يشك في ذكرياته الخاصة.
يعترف ناش بأنه لا يستطيع تذكر أسماء والديه أو وجوههم، ويحاول جون طمأنته بأنها مجرد آثار جانبية للدواء، لكن ناش يبدأ في استحضار ذكرياته عن زوا ويقول إنها ربما وجدت شخصا جديدا. وبكلام ضايق جون يدفعه جوش للخلف بينما يبدأ ناش في إصدار أصوات غريبة فقط ليقول إنه لا يزال بإمكانهما العودة. يزداد غضبه ويصبح جون أكثر حزما عندما يطلب منه الصمت، ويكشف أنه لا توجد أرقام على الشاشة لأن ناش يهلوس بها جميعا. في تلك اللحظة يناديهم فرانكس إلى حجرة القيادة ولا يزال ناش يتحدث عن خطأ في الأرقام. يظهر لهم فرانكس الشاشات ويؤكد الخطأ والذي يجب عليهم حله للوصول إلى تيتان بأمان. يكشف أيضا أن شخصا ما أصدر أمرا منخفض المستوى للمفاعل للتسبب في هذه الشذوذ عن قصد. آخر تسجيل دخول ينتمي إلى جون، لكن فرانكس يعتقد أنه كان ناش يستخدم كلمة مرور جون. فجأة أخرج فرانكس مسدسا وأعلن أنهم سيعودون إلى السبات. بينما يدخل جون في حجرته صدم لرؤية فرانكس يضرب ناش بالمسدس. يتقاتل الرجال على السلاح ويتم دفع ناش أمام حجرة جون بينما يبدأ فرانكس في ضرب رأسه بالمسدس. لا يستطيع جون رؤية النهاية لأنه نام. هذه المرة يحلم جون بالليلة التي سبقت الرحلة عندما زار زوا ليقول وداعا. اعتذرت عن كل شيء وتساءلت عما إذا كان قد أحبها من قبل، لكنه تجنب السؤال مرة أخرى. في المرة التالية التي يستيقظ فيها جون يشعر بالمرض أكثر من أي وقت مضى ويتقيأ بينما تظهر له ومضات من فرانكس وهو يقتل ناش. قبل أن ينام يبدو أن فرانكس سأله عما إذا كان لا يزالان صديقين. يذهب جون للبحث عن الآخرين ويفشل في العثور على أحد حتى يفاجئه فرانكس من الخلف. يشرح القبطان أن ناش كان غير متزن للغاية، لذلك ضربه ليفقد وعيه لإبقائه في الكبسولة حتى يصلوا إلى تايتان. يرفض وضع مسدسه بعيدا لأنه يعتقد أن جون قد يفقد عقله قريبا أيضا. عندما يقسم جون أنه بخير يشرح فرانكس أن قصة ناش عن قاعدة أنتاركتيكا كانت خاطئة. أمر القائد الطاقم بالمغادرة لكنهم كانوا خائفين للغاية وترك القائد وحده، لذلك تجمد حتى الموت. كانت الطلقات التي تم العثور عليها من خلال التشريح في الواقع ذاتية. يعلن فرانكس أن المهمة لا تزال مستمرة ويرسل جون للعمل. أثناء فحص النظام يشعر جون بشيء غريب ويفحص ذراعه ليكتشف أن عروقه اكتسبت لونا داكن. فجأة بدأت ذراعه في التحور وصرخ من الألم بينما انفجرت عروقه وقذفت كميات كبيرة من الدم. ومع ذلك هذا أيضا هلوسة. في تلك اللحظة يسمع جون أصواتا تنادي باسمه مرة أخرى ولكن لا يوجد أحد بالقرب. ثم يذهب جون إلى المطبخ ويذكر فرانكس أن يده ترتجف قبل أن يذكر زوي، لكن جون يخبره بالبقاء بعيدا عن حياته. يقرر فرانكس إسقاط الحقيقة، لم يكن لجون علاقة مع زوي أبدا. لقد استمرت في الاقتراب منه في الأماكن العامة لأن اللجنة أرسلتها لمراقبة صحته العقلية قبل المهمة. يصاب جون بالذعر ولا يستطيع فهم كيف يمكن لفرانكس سرد جميع المناسبات التي التقى فيها جون بزوي بدقة مخيفة، لذلك يشير فرانكس إلى أنه كان في اللجنة أيضا. رافضا تصديقه يبتعد جون للعمل على صيانة الراديو. لا يزال يفكر في زوي ويبدأ في الشك في ذكرياته الآن. في تلك اللحظة يتصل به شخص من هيوستن عبر الراديو ويطرح مجموعة من الأسئلة، لكنهم لا يستطيعون سماع إجابات جون ويغلقون الهاتف. ثم يناديه فرانكس إلى غرفة القيادة ويصرخ عليه لاعتقاده أنه يمكنه الاتصال بالأرض من مسافة بعيدة. يشغل لقطات المراقبة لإثبات أن جون كان يتحدث بمفرده ويجعله يهدأ من خلال إظهار مدى وصولهما إلى الفضاء. رافضا إرساله إلى السبات مرة أخرى يمشي جون إلى غرفة أخرى ويغلق الباب قبل أن يتمكن فرانكس من متابعته ويطالب برؤية ناش. يقول فرانكس إنه لا يستطيع مقاطعة دورة السبات ويعد بأخذ جون لرؤيته. ومع ذلك بمجرد أن يفتح جون الباب يدفعه فرانكس على الحائط ثم إلى الأرض ويهدد بقتله إذا لم ينم. يتذكر جون ما حدث لناش ويهاجم فرانكس لنزع سلاحه ويبدأ في ضربه. ينشأ قتال عندما يحاول الرجلان الوصول إلى البندقية ويكاد فرانكس يخنق جون حتى الموت، لكن جون يلكمه لتحرير نفسه. بعد ذلك يمسك جون بالبندقية ويسأل عن ناش فقط ليضحك فرانكس. يشعر وكأنه فقد أعصابه. يتجول جون حول السفينة بينما تومض الذكريات أمامه ويطارده صوت فرانكس. بعد أن لم يعد يعرف ما هو حقيقي أصبح جون ضائعا ومرتبكا، لذا استغل فرانكس الفرصة للقفز عليه مرة أخرى. بدأ قتال جديد وكسر جون أنف فرانكس قبل ضربه بالمسدس مما أدى إلى إغمائه. بعد ذلك ذهب جون إلى غرفة التحكم واستخدم الكاميرات للبحث عن ناش دون جدوى. ظهر فرانكس خلفه مرة أخرى ودفعه جون بعيدا قبل أن يضربه بشراسة حتى مات فرانكس. بعد ذلك سأل جون الذكاء الاصطناعي عن مكان ناش وأخبره الذكاء الاصطناعي أنه على قيد الحياة في غرفة التحكم. طلب جون المرتبك بيان الطاقم واكتشف أن الطاقم هو شخص واحد فقط، هو نفسه. اسمه الكامل هو جون فرانكس ناش،
وكان يهلوس بشأن رائدي الفضاء الآخرين طوال الوقت. بعد أن أدرك أنه وحيد، أصيب جون بانهيار عصبي وفكر في قتل نفسه، ولكن بدلاً من ذلك ذهب إلى أجهزة الراديو وحاول الاتصال بالأرض. لصدمته، أجابته زوي. لم يكن متأكداً مما إذا كانت حقيقية، لكنه أخبرها بكل شيء عن رواد الفضاء الآخرين، معترفاً بأنه قد يصاب بالجنون. تشرح زوى أنهم أعطوه جرعة دواء أكبر عن طريق الخطأ، وهذا هو السبب في إصابته بالهلوسة. كما تؤكد أنه العضو الوحيد في الطاقم وتكشف عن أمر أكبر: لم تغادر السفينة أبداً. نام جون قبل الإطلاق وتم وضعه في منشأة تدريب في نيو مكسيكو. لقد بنوا نسخة طبق الأصل من السفينة ووضعوها على عمق القدم تحت الأرض لاختبار تأثيرات السبات والعزلة على العقل البشري. تقول زوي إنها لم تكن تعرف أيضاً، وإلا لما سمحت بحدوث ذلك. يذكر جون رؤية كوكب المشتري أثناء الرحلة، لكن زوى توضح أن الأمر كله كان محاكاة. كان الحادث الذي تسبب في تلف الهيكل واللوحة زلزالاً، وهو ما يفسر سبب عدم رؤيته لأي شيء على الكاميرا. تسبب هذا الزلزال في قطع جميع الاتصالات لفترة من الوقت، ولهذا السبب لم تتمكن زوي من الاتصال به من قبل لتحذيره من الدواء. الآن انتهى الأمر أخيراً، أخبرتها زوي ببساطة أن يمشي عبر غرفة الضغط للعثور على نفق الإنقاذ. يستعد جون للمغادرة على الفور، لكن فرانكس يظهر مرة أخرى ويخبره ألا يفعل ذلك. يصر فرانكس على أن المحادثة مع زوي كانت الهلوسة الفعلية، لأن عقل جون كان يائسا للحصول على تفسير يجعل الموقف منطقيا. ومع ذلك يرفض جون تصديق أن فرانكس حقيقي ويفتح غرفة الهواء على أي حال، قائلا إنه يريد العودة إلى المنزل. يبتعد فرانكس ويخبر جون زوي أنه يحبها قبل أن يفتح الذكاء الاصطناعي الباب الأخير. ينتظره نفق تحت الأرض بالخارج، ويرى جون السفينة المزيفة فوقه. تبدأ المنطقة في الاهتزاز عندما يسمع جون أصواتا تعد بإنقاذه وآلات تحفر في الأرض. يتسلق سلما ويصرخ للإشارة إلى موقعه. في تلك اللحظة يضيء ضوء، وعندما يلمسه جون يتذكر محادثته مع زوي حول الضوء. اتضح أنه في الفضاء حقا، ويتم إخراج جسده في الفراغ. تأكد من الاشتراك وتشغيل الإشعارات حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا. شكرا للمشاهدة.